صلى على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي لمار، بتبدأ حكايتي وأنا عمري 18 سنة. بيتقدم لي شاب اسمه علي. علي بيكون مظهره الخارجي بيدل إنه محترم، ولكن طبعه من جواه الله أعلم بيه. في الوقت ده أنا بكون صغيرة وما عنديش خبرة في الحياة. ماما بتكون عايزة تجوزني وتطمن عليا، ولأن بابا متوفي ماما هي اللي بتسأل على علي، وناس كتير بيشكروا فيه وما فيش أي حد بيقول لنا عليه أي حاجة وحشة. لما ماما بتتأكد إن علي كويس بنتمم كل حاجة، بنقرا فاتحة وبنعمل خطوبة وبعد كده بنكتب الكتاب. بعد كتب الكتاب بشهر بالظبط بنتجوز. قبل الجواز أمي بتكون متفقة مع علي إن أنا مش هتجوز في بيت عيلة، وإنه المفروض يجيب لي شقة خاصة بيا، وعلي قال ماشي ووافق على كل طلباتنا. ولكن بعد الجواز رمى كل الكلام ده في الزبالة وقال لي معلش يا لمار، أنا مش هقدر أدفع إيجار. أنا ليا شقة في بيت العيلة كبيرة جدا وأحسن وأجمل من الشقة دي بكتير. وطبعا أنا ما قدرتش أقول له أي حاجة لأني كنت لسه عروسة. قعدنا بالظبط في الشقة الإيجار 3 أسابيع، وقبل ما علي يدفع الإيجار للشهر التاني لمينا عفشنا ورحنا الشقة اللي في بيت العيلة. أول ما دخلت بيت العيلة ابتدت معاناتي. حماتي كانت صعبة جدا، كانت دايما بتعمل لي مشاكل وبتمد ايديها عليا. فكرت في الانفصال اكتر من مرة لاني ما بقتش قادرة اتحمل، ولكن للأسف لما فكرت في الانفصال اكتشفت ان انا حامل، وقررت اني اكمل لان الطفل اللي جاي ملوش اي ذنب في اختياراتي الغلط. بتحمل وباجي على نفسي كتير. 9 شهور بيعدوا ويعلم ربنا عدوا عليا ازاي. أكلي كان ضعيف جدا، وده بسبب النكد اللي كنت عايشة فيه. بعد ولادتي قلت أكيد علي هيتغير معايا ويبطل يمد إيده عليا علشان يرضي مامته، ولكن للأسف الشديد أنا ما كنتش أعرف إني بجيب نقطة ضعفي بإيديا. علي ومامته بقوا يضغطوا عليا قوي بابني، كانوا بيجبروني إني أنزل أشتغل وأصرف على البيت، وكانوا بيخلوني أسيب ابني فترات طويلة. وطبعا كانوا بيفهموني إن هما بيجيبوله لبن صناعي، ولما كنت أرفض أسيبه حماتي كانت بتمد إيديها عليا بكل جبروت وتقولي لو ما سبتيش ابنك ورحتي تشتغلي أنا هخليكي تسيبيه على طول. ولأني من عيلة فقيرة وماليش ظهر قررت إني أسمع كلامهم علشان أربي ابني في حضني. بتعدي الأيام وأنا كل يوم بشتغل، وكل أول شهر علي يروح يستلم المرتب أكنه هو اللي شغال بالظبط، يشرب سجاير ويقعد على القهوة ويجيب لمامته طلباتها، وأنا وابني ما كانش لينا وجود. للأسف بعد 4 شهور من ولادة ابني توفى، ولما رحنا بيه المستشفى الدكتور قال الطفل ده ما كانش بيتغذى كويس. يعني حماتي حرمتني اني ارضع ابني، وكمان كانت بتوفر حق علبة اللبن وتأكله أو تشربه ينسون، وكمان كانت بتغلي الرز وتشربه ميته. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بعد ما ابني مات أنا فقت لنفسي، برغم اني كنت لسه صغيرة في السن وعندي 19 سنة، ولكن انا كنت جبت اخري وقررت اني انفصل. وطبعا علي رفض انه يطلقني علشان انا بالنسبة له علبة دهب، ما انا بشتغل وبصرف عليه وهو زي النطع بياكل ويشرب وينام. لما لقيت علي مصمم انه يكمل معايا غصب عني عملت مشاكل كتير جدا. ما انا خلاص ما بقتش باقية على حاجة، واللي كنت خايفة عليه راح وسابني. مع مرور الأيام وإصراري والمشاكل اللي كنت بعملها أخيرا انفصلت. خرجت طبعا من الجوازة دي خسرانة صحتي ونفسيتي وابني، ده غير جهازي اللي أمي شقيت علشان تجهزهولي. كل ده ما كانش فارق معايا، قررت ان انا ابدأ من جديد. بعد فترة من انفصالي ابتديت ان انا اتعافى، وقررت اني اقفل على قلبي. بتعدي الايام وانا بشتغل وبحاول الهي نفسي وانسى كل اللي فات. في يوم قمت بدري علشان اروح الشغل بتاعي كالعادة، وانا ماشية وبقرأ الاذكار بتاعتي لقيت في بنت في الشارع كانت خايفة جدا. قربت منها وقلت لها مالك في ايه؟ قالت لي العربية بتاعتي عطلت. ولما نزلت علشان اشوف فيها ايه اتعرض لي شوية شباب والتليفون بتاعي جوه العربية، وانا طبعا لما لقيتهم بيحاولوا يتحرشوا بيا طلعت اجري. قلت لها طيب تعالى اوديكي للعربيه بتاعتك. قالت لي لا احنا 2 بنات وممكن يعملوا فينا حاجه. قلت لها لا ما تقلقيش، طبعا محدش يقدر يبصلك طول ما انت معايا. ومشيت معاها لحد العربيه. اول ما وصلنا للعربيه دخلت عربيتها وقفلت الباب، والشباب جوهم زي ما هي كانت عامله حسابها. اول ما لقيتهم بيقربوا قلت لهم امشوا من هنا علشان هصوت والم عليكم الناس. فضلوا يرخموا عليا وحاولوا ان هم يقربوا مني غصب عني، ولكن انا علشان بنزل الشغل بتاعي بدري دايما مأمنة نفسي ومعايا صاع الكهرباء في الشنطة. طلعته من الشنطة وكل اللي يحاول يقرب مني بقيت اكهربه. ده غير طبعا اني فضلت اصوت جامد لحد ما ناس كتير سمعوني وتلموا علينا. الشباب لما لقوا الناس اتلموا طلعوا يجروا. اطمنت على البنت ولسه همشي قالت لي تعالي اركبي معايا. ركبت جنبها وقلت لها فيكي حاجة يا حبيبتي؟
قالت لي والله انا مش عارفه من غيرك كان حصل لي ايه، كتر الف خيرك، انا عايزاكي تشتغلي معايا. ابتسمت وقلت لها اشتغل معاكي ايه؟ قالت لي انت بتعرفي تقري؟ قلت لها ايوه. قالت لي طيب حلو، هتشتغلي معايا حاجات كتير قوي مادام بتعرفي تقري وتكتبي. قلت لها عامه انا ما عنديش مشكله، انا شغاله في مصنع اصلا والشغل هناك متعب قوي وفي مشاكل كتير. قالت لي خلاص يبقى انا وانتي وقعنا لبعض من السما. ضحكت وقلت لها سبحان الله. قالت لي طيب هاتي رقمك وانا ان شاء الله هبقى اكلمك بكره. قلت لها خلاص ماشي واديتها الرقم ورحت شغلي. تاني يوم فعلا اتصلت عليا وادتني عنوانها. رحت لها على الميعاد اللي حددته. اول ما وصلت البيت خرجت لي على طول، قعدت معايا وفضلت تتكلم كتير وتشرح لي انا هشتغل معاها ايه، وقالت لي ان انا دايما هكون معاها وكمان هظبط لها مواعيد شغلها. ومن كلامها وطريقتها فهمت ان هي سيدة اعمال كبيرة. بعد ما اتفقت معايا على كل حاجة قالت لي مرتبك هيكون كبير جدا. ولما قالت لي انا هقبض كام اتصدمت، لان المرتب اللي عرضته عليا يغير حياتي 180 درجة. انا بوافق على كل طلباتها وبنتفق على كل حاجة انا وهي، وببتدي شغل معاها من نفس اليوم. بتعدي الايام وانا بشتغل مع جمانة وملازمها زي ضلها، علاقتنا بتتطور وبنبقى صحاب. وطبعا مع مرور الشهور ربنا بيكرمني لان مرتبي بيكون كبير جدا، بقدر اني اغير حياتي 180 درجة. بجيب كل شهر هدوم كتير جدا جديدة، وكمان بعمل شعري على طول وبهتم بضوافري. وطبعا مع الاهتمام ده كله اي حد كان بيشوفني كان بيعتبرني من نفس المستوى بتاع جمانة. في يوم جمانة بتكون عازمة اهلها، من ضمن المعازيم بيكون ابن عمها حسن. حسن بيعجب بيا من أول نظرة وبيبتدي يلطف ويعطف معايا، وأنا بسبب اللي حصل لي زمان بكون قافلة على قلبي بمفتاح ورمية المفتاح في البحر. ولكن حسن بيفضل يتكلم معايا ويحكي لي عن نفسه وعن قد ايه هو مجتهد، وبيصمم انه ياخد رقمي. جمانة بتبصلي وبتقولي اديهوله، على فكرة حسن دمه خفيف قوي. بتحرج من طريقته واصراره وما برضاش احرجه وبديله الرقم. الايام بتعدي وحسن بيدخل في حياتي بالعافيه، وبصراحه طريقته بالنسبه لي بتكون جديده وحلوه قوي. بديله فرصه وبنتكلم مع بعض. مع مرور الايام بتعلق بيه وهو كمان بيتعلق بيا وبيعترف لي بحبه. وطبعا انا بحكيله على كل ظروفي، يعني بعرفه ان انا سبق ليا الجواز قبل كده وكمان كان عندي طفل. حسن بيستغرب وبيقولي انتي متأكدة؟ ده انتي عمرك 23 سنة، اتجوزتي امتى علشان تجيبي طفل؟ قلت له احنا عندنا بنتجوز صغيرين، بس عامة يعني انا ما عشتش يوم حلو من بعد ما اتجوزت. من ساعة ما عرفت جمانة وحياتي ابتدت تتغير للأحسن. وعلى فكرة يا حسن أنا ما كنتش عايزاك تدخل في حياتي علشان ما توجعنيش، لأني اتوجعت بما فيه الكفاية. قال لي أنا مش عايزك تقلقي خالص، أنا بحبك واستحالة أسيبك. قلت له وعد يا حسن؟ قال لي وعد يا لمار. مع مرور الأيام الكل بيعرف بعلاقتي أنا وحسن، وجمانة بتتكلم معايا وبتقولي خدي بالك، أنا شايفاكي حبتيه ومرات عمي صعبة جدا واستحالة إنها توافق عليكي. قلت لها بس حسن وعدني إن استحالة يسيبني. قالت لي مفيش الكلام ده، حسن ابن عمي وأنا حافظاه أكتر من نفسي، ولو بقولك الكلام ده دلوقتي فعلشان أنا بحبك وخايفة عليك يا لمار. قلت لها يعني انتي قصدك إن حسن ممكن ما يتجوزنيش؟ قالت لي لا طبعا مش هيتجوزك، حسن يوم ما هيتجوز بنت عمي فؤاد. قلت لها انت متأكدة؟ قالت لي ايوه طبعا، ده خطيبها من زمن يا بنتي. قلت لها يعني بيتسلى بيا؟ قالت لي لا الله اعلم، انا معرفش بصراحة، مش عايزة اظلمه، بس انا بقولك خلي بالك وبلاش تسلمي. قلت لها لا طبعا انا عمري ما هسلم، انا محافظة على نفسي واستحالة اعمل اي حاجة غلط. قالت لي طيب الحمد لله، انا عملت اللي عليا وعرفتك اللي فيها. كلام جمانة ليا قلقني وخلاني اخاف من حسن، بس لاني حبيته ما كنتش قادرة اني اصدق الكلام اللي جمانة قالته لي. يعني من الاخر كده كنت بين نارين، شوية انا مصدقة وشوية انا مكذبة الكلام. في يوم حسن بيتصل عليا وبيطلب ان انا اروح له، وانا بستغرب طلبه وبقول له اجيلك ليه؟ ما تيجي نخرج بره احسن. لقيته بيقول لي لا انا تعبان ومحتاج انك تيجي ضروري. قلت له بس انا مش هينفع اجيلك البيت. قال لي ما انا مش لوحدي. قلت له خلاص لو كده ماشي. دخلت غيرت هدومي وجهزت نفسي وبعد كده خرجت. اتصلت على حسن وقلت له انا بره. قال لي طيب انا هفتح لك الباب. بعد وقت بسيط فتح لي الباب وانا دخلت، قعدني في الصالون وجاب لي عصير، بس انا بصراحه ما قدرتش اني اشرب. فضل يقول لي اشربي ولكن انا ما رضيتش. بصراحه اصراره على شرب العصير خلاني اقلق واخاف، وقلت له بتوتر انت كنت عايزني ليه؟ لاني متاخره وعايزه امشي. قال لي مستعجله ليه؟ انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع.
قلت له خير ان شاء الله. لقيته بيقول لي انت عارفه ان انا بحبك ولكن للاسف مش هقدر اتجوزك. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا وانتي نتجوز كام يوم كده في السر وبعد وقت كل واحد فينا يروح لحاله، وانتي كده كده مش بنت، يعني الموضوع مش هيضرك في اي حاجه. ضحكت باستهزاء وقلت له على كده بقى ناوي تتجوزني شرعي ولا عرفي؟ قال لي لا طبعا عرفي. قلت له انت اكيد اتجننت، هو انت فاكرني ايه؟ لقيته بيقول لي يعني هكون فاكرك ايه؟ بنت زي اي بنت عاديه. قلت له لا انا مش زي اي بنت عاديه، انا بنت شريفه اعرف ربنا واستحاله اني اعمل حاجه غلط. قال لي يعني انتي مش موافقه؟ قلت له ايوه طبعا مش موافقه. ابتدى انه يقرب مني وكان عايز يعتدي عليا ولكن انا ضربته بكوبايه العصير في راسه وطلعت اجري. رحت على بيت جمانة علشان اهدى واحكي لها اللي حصل معايا. اول ما وصلت البيت لقيت جمانة بتكلم حسن. حسن كان عمال يغلط فيا ويقول لها الجعانه الشحاته، فاكره ان انا هبص لها؟ ده انا امي اول ما شافت وشها قرفت. انتي لازم تمشي البنت دي، البنت دي مش من مستوانا علشان تشتغل معاكي، انتي خليتيها هانم نضفتيها بعد ما كانت جربوعه. جمانة زعقت معاه وقالت له ما اسمحلكش تتكلم عليها كده، وبعدين انت مالك مين يشتغل معايا ومين لا؟ خليك في حالك يا حسن، ما تنساش انك عندك اخوات بنات وممكن لما تتجوز ربنا يرزقك ببنت يتعمل فيها زي ما بتعمل. وقفلت التليفون في وشه. انا من غير اي مقدمات اترميت في حضنها وفضلت اعيط وهي فضلت تطبطب عليا وقالت لي انت غلطانه، انا حذرتك بس اكيد ملوش لزوم الكلام دلوقتي، الحمد لله ان ما حصلكيش حاجه وانك سليمه. بفضل شويه في حضنها لحد ما بهدى وبعد كده بحكي لها على كل حاجه حصلت معايا. جمانة بتغلطني وبتقول لي ان ما كانش المفروض اروح له البيت حتى لو كان بيموت، وانا بقول لها انها عندها حق. بعد ما بهدى وبكون كويسه بروح البيت. بتعدي الايام وانا بحس بخيبه امل وبكسره جوه قلبي. للمره التانيه بفشل اني اكون حب بجد. بقرر اني اعيش لنفسي، بهتم بشغلي وبرجع زي ما كنت تاني، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. في يوم جمانة بتقولي النهاردة عمي جاي، كلمي البنات خليهم يظبطوا الدنيا ويجهزوا أكل حلو. قلت لها جاي اجتماع شغل ولا جاي عادي قعدة عائلية؟ قالت لي لأ، النهاردة أنا وهو هنمضي عقد شراكة مع بعض إن شاء الله. لو الموضوع ده مشي زي ما أنا مرتباله في دماغي حياتنا هتتغير 180 درجة. قلت لها أكيد هيمشي زي ما أنت مخططة لأنك قلبك أبيض وطيبة. حضنتني وقالت لي ربنا يخليكي يا لمار يا قمر. قلت لها طيب ايه، هكون معاكي في الاجتماع ولا مش عايزاني؟ قالت لي لا طبعا هتكوني موجودة لان في شوية حاجات عايزاكي تكتبيها. قلت لها خلاص ماشي. بعد شوية وقت حمادة ابو حسن جه وكان معاه اوراق ومعاه محامي. رحبت بيه ودخلته المكتب. الاجتماع بدأ وانا ابتديت اكتب الحاجات اللي جمانة كانت بتقول اكتبها. بعد ما الاجتماع خلص والصفقة تمت قمنا علشان نتغدى. حمادة أبو حسن فضل يتغزل فيا بشكل صريح وفضل يسألني أسئلة شخصية وأنا طبعا كنت محرجة جدا وكنت برد عليه على قد السؤال. بعد ما الغدا بيخلص حمادة بيستأذن ويمشي، ومن اليوم ده بتتكرر المقابلات كتير جدا بسبب الشغل. وبصراحة أنا لما بلاقي حمادة معجب بيا وطريقته معايا كويسة بقول لنفسي طيب ما تديله فرصة، وخدت الموضوع عند علشان أكيد حسن وأمه. وابتديت ان انا اتكلم مع حمادة وفتحت له الباب، وفعلا حمادة دخل البيت من بابه وتقريبا كده هو كان شايل كتير قوي من مامة حسن، ولما صدق يلاقي حد تاني. الايام بتعدي وانا وحمادة بنقرب من بعض وبصراحة بيكون كويس جدا معايا وبيعوضني عن حنان بابا اللي انا فقدته. طبعا علاقتنا كان فيه كتير جدا مش راضي عنها زي ماما وجمان، ولكن انا صممت ان انا اكمل في الجوازة دي. جمان حاولت تتكلم معايا وقالت لي فرق السن ما بينكم كبير وانتي كده بترمي نفسك بايديكي، بلاش تتسرعي، الموضوع جاي معاكي بانتقام مش باستقرار. ولكن انا الاول مرة مش بسمع منها. الايام بتعدي وانا وحماده بنتجوز وشرطي علشان الجوازه تتم انه يعمل لي فرح كبير جدا، وفعلا هو بينفذ شرطي وبيعمل لي فرح كبير. الفرح بيكون حلو جدا وانا بكون عامله زي الفراشه. حسن ومامته بيجوا علشان يبوظوا الفرح ولكن حماده بيديهم على راسهم وبيقول لهم دي دلوقتي مراتي يعني مقامها عالي قوي، وبيحرجهم بالكلام وبيطردهم من الفرح قدام الكل. وانا طبعا في الوقت ده بحس بانتصار وبحس ان كرامتي رجعت لي تاني. الفرح بيخلص وبروح انا وحماده بيتنا، ومن اليوم ده حياتي بتتغير 180 درجه برغم فرق السن اللي ما بيننا وبرغم اني بكون متجوزه حماده وانا بمثل عليه الحب، ولكن مع مرور الايام انا بحبه بجد. حماده بيقدر يحتويني ومش بيحسسني بفرق السن خالص، بيهتم بأمي وبيعمل لها مصروف شهري، بيكون ليا أب وصديق قبل ما يكون زوج، بيحتويني وبيعوضني عن كل حاجة فاتت. كنت مرتاحة جدا معاه، شوية سفر وشوية فسح وشوية هدايا، يعني من الآخر كده ما كنتش بعمل أي حاجة غير إن أنا بتدلع. الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش عاملة حسابها
في علاقتي أنا وحمادة إن ربنا يرزقني منه بعيال، لأن طبعا فرق السن كان كبير، وعلشان الموضوع ده أنا ما كنتش عاملة حسابي. وسبحان الله ربنا رضاني من حمادة بعد جوازنا بسنة بالظبط. فرحت جدا بخبر حملي، وحمادة هو كمان فرح وما كانش مصدق نفسه. بعد ولادتي عمل حفلة كبيرة وعزم ناس كتير. حسن ومامته كان أي حد يشوفهم يشم ريحة شياط. في الأول أنا كنت داخلة العيلة دي وأنا ناوية إني أخربها وأخلي حمادة يتبرى من ابنه بعد اللي كان عايز يعمله فيا، ولكن دلوقتي أنا شلت كل الأفكار دي من دماغي وعايشة مرتاحة جدا مع جوزي. يكفي إنه غير حياتي أنا وأهلي للأحسن. يمكن أنا اتأذيت كتير في حياتي زمان، ويمكن قرار جوازي من حمادة ما كانش صح، ولكن دلوقتي أنا مرتاحة وحاسة إن ربنا عوضني. انتوا بقى شايفين إن ربنا عوضني ولا أنا بتوهم؟ عاوزاكم تقولوا رأيكم في حكايتي لأن أكيد رأيكم يهمني. وبس كده قصة النهاردة خلصت. صلى على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.